وبتاع وصور ممثلات ايه ده؟ هو كان منطوي جدا شيك. فانا رحت اخد منه بوستر بتاع باين ممثله اسمها سامانتا فوكس او مغنيه. اوكي. رحت عامل ايه؟ والله زي ما بحكي لك كده، رحت جاي بوستر كبير كده، رحت حاطه فوق السرير زي الشباب. نفسي اتشقلب. وانا فاكر البوستر كويس جدا، زعبوب جامد وشعر الطحيني ده. فانا رحت حاططها فوق سريرك، فوق السبرو قد الدنيا، الحيطه كلها. ورحت لازقها باين جبت غيرها ولا مش فاكر، حتى غبي في الحاجات. شو سلسلتين؟ لا ده حاجه منوره. شو رحت حطيتها، كان في صوره ثانيه لسه ده هتشقلب. اوكي. الله يرحمك يا ابويا، كان راجل محترم جدا خالص يعني. المهم مش عارف مره ايه راح داخل الاوضه، راح بص سامانتا قال لي ايه الايحاءات دي؟ انت تتوقع ممكن يعني مثلا انت في فرشك طبعا. لا اقول لك ايه الصوره دي؟ لا بص ايه الايحاءات؟ شيل. قلت له حاضر، بس هو شلتها. شلتها، ما دي مش دي الحكايه. انا لازقها بايه؟ مش فاكر. انا لقيت كريتي وهي الحيطه باظت طبعا. وقت كان نفسي اعمل اي حاجه، ما فيش على الحيطه. اوكي. اخر ثانويه عامه بدات اشرب سجاير. قسما بالله بص، بقرا حلوف في الشقه، ما بفكرش بجنيه. تشرب في الشقه؟ لا انا اقول لك، لا 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 لا، تبقى مصيبه. فانا عملت حاجه، ودي حاجه غلط طبعا لابنائنا اللي هيشوفونا يعني، بس هم اكيد بيعملوا ازرط من كده دلوقتي. انا كنت باخد الدرس ب 3 جنيه. اوكي. فخدت 3 جنيه، وطبعا حلقت للدرس طبعا. ورحت اجيب اول علبه سجاير في حياتي. الله. جبتها وزعنفت، اتبقى رحت ايه خبيها. كان يوم جمعه. ماشي. حلو. فكرت انا بقى عندي مكتب زعبوب، درج عريض، هو ده المكتب ده بتاعه من حوالي من سنه 23 بتاعه هو. بتاعه هو فبتاعنا. فالدرج الكبير وهنا فيه درجين. اخبيها فين؟ بص بقى الدرج بتاعه. يا ريت. لا ما هو بقى المكتب بتاعنا، بتاعك انت مش بتاع هو. بس ما انا هقول لك عايز اخبيها انا بقى. عايزين حته، رحت شايل الدرج ورحت حاططها كده. الدرج فيه مجرى فايه، رحت ساندها ورحت قافل الدرج. حلوه ولا عاديه؟ حلو. ورحمه ابوك لانتقاي والله حلو جامده. حلو، بس هو الدرج مبقاش يفتح. لا بيفتح كله، بيفتح انت شيكته. شوف الهبل اللي جاي مش هنا. ماشي. في طحينه طبعا. فيوم جمعه، فهو داخل له انا نايم، داخل يجيب حاجه منين؟ من الدرج. من المكتب. هو مضى يا انت انا هو بيمد ايده هو بس، مش حاجه. بص لي فهم شك. طب اسكت انا. لا. بطيخه شيليا معديه اشيلها انا؟ لا. قلت بس ده هو هيجي هيروح فاتح الدرج باصص وهيقفل الدرج. ماشي سهله. بص ابويا بقى عمل ايه؟ ما هي دايما المفاجآت المؤلمه. طبعا. قال لي انت مالك فيه؟ قلت له لا مفيش حاجه. قال لي فعلا هو كان منسق قوي. قلت له طب مفيش حاجه. لا اتخضيت. قال لي اتخضيت، قمت جريت على الدرج بلهبل حط ربنا زي ما بحكي. راح انا قاعد بقى، قلت له اتفضل يا بابا لو في حاجه. قال لي طيب تمام. انا فاكر منسق وصوته ما كانش بيعلى ولا كان يتنرفز، انا غيره تماما. اوكي. راح فتح الدرج وراح شده خالص بره، واخده بره. رحت انا اعمل ايه؟ تاني. ايه دي؟
هيصت تاني. لا رحت مادد ايدي جايب السجاير، مش هسيبها لحد ما هو كتاب الله زي ما بحكي لك. منتهى الالم، رجل بلا عقل. شاف العلم. انا ما فيش، انا شاف. انا اللي وريته. وقفت له فيها؟ لا قال لي ايه ده؟ راح مسك العلبه كده، بصيت لها وراح رمي في الدرج وطلع. يا اصعب. مين بقى زفتني؟ ما رحمه الله عليها. اوكي. زقلطتني. هي اللي عملت بقى الواجب. عملت بقى الواجب بس كله. بص كميه الطحينيه. طبعا. طيب انت ليه مثلا ايه جبتها رميتها تحت السرير؟ ما هو مش هيفتش الاوضه. طبعا مش هيجي يروق الاوضه حاجه. ما سكتش ليه؟ نازل بكره. لا وما سكتش ليه؟ شال البتاع ما تسيبه هو يكتشفها، ما ممكن ما يشوفهاش. والله زي ما بحكي لك انا بفتكر حاجات يعني انا ده سعدون ده قسما سعدون ده غلبان. لا ما هو غلبان. سعدون ده غلبان. امال انت اتعاملت ازاي الشخصيه دي؟ طبعا. جبت من ورا طبعا من بعيد. طبعا. بس ما كنتش قوي كده، انا كنت بفتكر ان انا ذكي. اوكي. زي سعدون برضو يعني. بس ما سعدون، بس سعدون رايح خالص. رايح. طب يعني برضو معلش بس فتحي نقاس طبعا استاذنا وربنا يكرمك. بس دي لو اتعملت تضحك. طبعا والله العظيم طبعا حصل. طب بيقال ان في حكايه تانية. أيوة. عن المروحه. يا نهار اسود. دي انا بعلن للناس ان ابويا كان راجل محترم طبعا وما كانش بيضربني كتير، ولكن اللي انا هحكيه لكم دي اول مره احكيها في حياتي. اوكي. انا الكلام ده كنت صغير، يعني مثلا عندي 7 8 سنين 9 سنين. ما هي صوتك بعمل ايه؟ لا عادي. فعندنا حاجه كان اسمها بوفيه. ايوه. ووالدي كان شغال في الحديد والصلب. اوكي. وراح بعثه سنه 69 يتعلموا، فجاب عندي دلوقتي الراديو ده قد كده. حلو. كبير. قد كده. الراديو قد كده. لا اما بيركب برجلين كبيره، لا اما رجليه صغننه كده ومحطوط فين؟ على البوفيه. اوكي. يبقى البوفيه البتاع عليه قد كده، احنا وصلنا لهنا اهو. وفي مروحه فوق دول. حلو. وانا قد كده. اوكي. يوم جمعه الساعه 7 الصبح. ايه اللي صحاني 7 الصبح؟ صحيت شاب ضايع. طفل رضيع. طفل ومش فاكر كنت ساعتها تخين ولا لسه. اوكي. وعايز يلعب. بيلعب ازاي؟ بيطلع فوق البوفيه ويطلع فوق الراديو وينط. طب ليه؟ انا مش فاكر والله، ما فاهم انا كنت ايه ساعتها اللحظه دي. هو شبو يا با، راحت دي طايره في الهواء ونازله. ما كان جايبها من السعوديه بقى، قعد 3 شهور في السعوديه جابها دي بس. راحت ما كانش غير والله ما فاكر. راحت نازله بروتشا بابا بلاستيك مع الدبه مع الشظايا. صح الراجل على ملا وشه. واحنا شقتنا بتاع امبابه دي انا قلت قبل كده كانت 50 متر. اوكي. انت لو في الشارع اللي ورانا كحيتها نصحى كرانش رواف ولا